هاي ازيكم. النهارده جايبه لكم مسلسل جوله اخيره على برايم امازون. جوله اخيره مسلسل مصري ويعتبر اول انتاج عربي على منصه برايم امازون، من بطوله احمد السقا، اشرف عبد الباقي، اسماء ابو اليزيد، حنان مطاوع، واللي هتكون ضيفه شرف الممثل رشدي الشامي، والوجه الشاب علي صبحي، ومن تاليف احمد ندى، ومن اخراج مريم احمدي. مسلسل في اطار درامي اجتماعي انساني. قصته بتحكي عن واحد اسمه الدكتور يحيى اللي بيمر بازمات كتيره جدا في حياته، خاصه انه بيبعد عن لعبه الكيك بوكسنج اللي هو بيحبها، وكمان منفصل عن زوجته اللي هي حنان مطاوع. فجاه بيظهر مدربه القديم عشان يساعده يرجع يمارس اللعبه مره ثانيه. مسلسل جوله اخيره نزل يوم 25 يناير، وواضح انه هيكون كذا جزء، لان مكتوب ان الموسم الاول 10 حلقات ونزل منهم 3 حلقات بس. اقول لكم تقييم سريع للثلاث حلقات اللي نزلوا من مسلسل جوله اخيره. المخرجه مريم احمدي قدرت انها تخلي احمد السقا يبعد تماما عن الافوره والاكشن في التمثيل. كمان اشرف عبد الباقي بعيد جدا عن الكوميديا لانه بيعمل دور انساني بحت. المسلسل كله تحس انه واقعي، شبه جدا افلام المخرج الكبير الراحل عاطف الطيب في فتره الثمانينات. كمان النجم احمد فهمي بيظهر مده قصيره جدا في بدايه اول حلقه. ده كان ريفيو سريع لمسلسل جوله اخيره على برايم امازون. ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو، سبسكرايب للقناه، ويا ريت تفعلوا الجرس.